خسارة الأهلي قصاد بالميراس في تاني ماتش في كأس العالم للأندية. بحسابيا الأهلي لسه عنده فرصة في حالة الفوز على بورتو، ولكن الصراحة من اللي احنا شفناه النهاردة أعتقد إن الأمور محسومة وإن الأهلي مش هيقدر يعمل حاجة قصاد بورتو. آخره يطلع بتعادل جديد، مش هيسمح له إن هو يتأهل للدور اللي جاي. بعيدا بقى عن التحفيل والفرحة وكده، نتائج وأداء الأهلي في الماتشين بالنسبة لي هو فشل ذريع. بمعنى إن لو كان الأهلي اتعامل مع البطولة تعامل طبيعي، ما ادهاش هذه الأهمية الكبيرة، ما صرفش كل المصاريف دي على اللاعبين الجدد، ما ادهاش هذا الزخم الإعلامي والجماهيري الضخم دوت، اللي هو أنا أعتقد إحنا مش متابعين جيدين يعني الاستعدادات ال 31 فريق التانيين للبطولة، لكن أنا أكاد أجزم بإن الأهلي هو أكتر فريق من ال 32 فريق اهتم بالبطولة وركز عليها واداها زخم كبير جدا، واهتم ان هو يخلص صفقاته بدري قبل البطوله عشان يبقوا جاهزين ليها. كل ده يخليني اقول ان النتائج والمستوى اللي ظهر بيه الاهلي يعتبر فشل كبير جدا عن انه كان جاي البطوله بشكل عادي، زي مثلا الوداد ما راح بمدرب مؤقت، زي ما الترجي راح ما فيش تدعيمات كبيره. النتائج ساعتها والاداء السلبي كان ممكن يتاخد بشكل مختلف، بشكل اهدى. مش عارف جماهير الاهلي هتتفق معايا ولا لا في النقطه ديت. هل هم شايفين فعلا ان في مشكله؟ هل هم حاسين بالاحباط الشديد بعد ما كان عندهم هاي اكسبكتيشنز واحنا معانا مش عارف ايه، وجبنا زيزو وجبنا بن شرقي وجبنا تريزيجيه وجبنا محمد علي بن رمضان وجبنا حتى دعمنا الدفاع بعد رحيل رامي ربيعه باحمد رمضان بيكهام؟ ولا شايفين الامور عاديه يعني وما فيهاش مشاكل والدنيا تمام وتمثيل مشرف وكده؟